متحمسا جدا مع بداية شهر رمضان المبارك. جلس في غرفته يراقب الهلال الصغير في السماء الصافية، وهو يشعر ببهجة كبيرة تملأ قلبه. كان يعلم أن هذا الشهر هو شهر الصبر والإحسان، حيث يتعلم فيه الناس العطف على الفقراء والتقرب من الله بالأعمال الصالحة والكلمة الطيبة. في مساء توجه إلى جدته سكينة وسألها بفضول: يا جدتي، لماذا يقترن ذكر القرآن الكريم دائما بشهر رمضان؟ ابتسمت الجدة سكينة وأمسكت بمصحفها المزين وقالت له: لأن هذا الشهر العظيم شهد أعظم حدث في التاريخ، وهو بداية نزول القرآن الكريم من السماء ليكون هداية ونورا للبشرية جمعاء. تابعت الجدة سكينة حديثها بصوت مليء بالسكينة: وفي هذا الشهر يا بني ليلة لا مثيل لها، هي ليلة القدر، إنها ليلة السلام التي تتنزل فيها الملائكة بالرحمة، والعبادة فيها خير من 1000 شهر. أغمض زيد عينيه وتخيل تلك الليلة المباركة التي يملأ فيها الهدوء والسكينة كل مكان في العالم. شعر زيد برغبة قوية في استغلال كل لحظة في رمضان للقراءة والدعاء. عانق جدته وقال: سأجتهد يا جدتي لأجعل قلبي منيرا بنور القرآن في هذه الليالي المباركة. شعرت الجدة بالفخر وهي ترى حفيدها يدرك قيمة هذا الشهر الفضيل. تابعونا واشتركوا في القناة.